لو انت بتشوف مسلسل معاوية فخلي بالك جدا. في سنة 2022 اتعرف ان كان في مسلسل اسمه معاوية كان نازل السباق الرمضاني، ولكن وقتها تم تأجيله لان اتهاجم بطريقة قوية جدا، وتمر الايام والسنين ويقرروا ان هم ينزلوا بالمسلسل في رمضان 2025 السنة دي. وفكرة المسلسل ده وصفوه بالملحمة لانه بيتكلم على احداث ما يسمى بالفتنة الكبرى، وواحدة من اهم واقوى محطات التاريخ الاسلامي، والانقسام اللي كان حصل مين هيتولى الخلافة بعد استشهاد الخليفة عثمان بن عفان. والانقسام حصل ما بين علي بن ابي طالب ومعاويه بن ابي سفيان رضي الله عنهما، ومين فيهم بقى اللي هيأسس الدوله الامويه. واللي كان هيعمل شخصيه معاويه هو الممثل السوري لجين اسماعيل، وعلي بن ابي طالب هيعمل دور الممثل الاردني اياد نصار. علماء الازهر في مصر رفضوا المسلسل شكلا وموضوعا، وشددوا كمان على ان الصحابه ما ينفعش ابدا ان احنا نجسدهم. وكان الازهر قبل كده نزل بيان وقت عرض مسلسل عمر بن الخطاب، وقالوا فيما معناه ان كل اللي بيحصل ده حرام شرعا. واحد يطلع ويقول لي طب ما اسهل حاجه ان احنا نمنع عرضه، معاك حق طبعا، ولكن الكلام ده لو كان المسلسل بيتذاع على قناه مصريه. فانا كده قلت لكم القصه، فانتوا ايه رايكم في الموضوع ده، وبتشوفوا المسلسل ده ولا لا؟ بس كده ودي